مرحبا أصدقاء حالمة. وصفة اليوم هي آيس كريم تشيز، بارد خفيف وكريمي بطعم لذيذ وسهل التحضير. نبدأ بالمكونات. أولاً نحتاج إلى 3 باكيتات من بسكويت الشاي، وزن كل باكت 35 غراما تقريباً، أي مجموعة حوالي 105 غرامات. طريقة التحضير: نطحن البسكويت جيداً، ثم نضيف 6 ملاعق كبيرة من الحليب المحمص. يمكن تحميصه على النار حتى يصبح لونه بنياً فاتحاً. نخلط المكونات جيداً، ثم نضيف 100 غرام من الزبدة المذابة، ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات تماماً. تحضير طبقة الكريمة: في وعاء نضيف 4 حبات من الجبن الكريمي، ثم نضيف علبة قشطة حوالي 155 غراماً. نضيف بعد ذلك حليباً محلى حسب الرغبة. نضيف 3 أظرف من دريم ويب، ثم نضيف نصف كوب من الحليب البارد، ونخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ومتماسك. نغلف القالب بورق نايلون مع ترك جزء من النايلون خارج الأطراف ليسهل إخراج التشيز كيك لاحقاً. نبدأ بتكوين الطبقات. طبقة بسكويت، نوزع خليط البسكويت في القالب ونضغط عليه جيداً حتى تتكون طبقة متماسكة. ثم طبقة كريمة، ثم طبقة ثانية من البسكويت مع الضغط عليها بلطف، ثم طبقة كريمة، وأخيراً طبقة بسكويت. ندخل القالب إلى الثلاجة لمدة 2 إلى 4 ساعات حتى يتماسك تماماً. بعد ذلك نسحب أطراف النايلون ونخرج التشيز كيك بسهولة، ويمكن قلبه في أي طبق للتقديم. نقطعه على شكل مثلثات مثل التشيز كيك الجاهز. وستلاحظون القوام الجميل والشكل المرتب. يمكن تزيينه أو تقديمه شوكولاتة مذابة حسب الرغبة.
طعمه قريب جداً من التشيز كيك الجاهز، لذيذ، ناعم ويذوب في الفم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا تجربة الوصفة وترك آرائكم في التعليقات. وبالعافية عليكم.